يا ترى الطاجن ده فيه ايه؟ اللحمه المسلوقه اللي كله بيبقى غضبان عليها او باقي من العزومات ومش عايزين نعمل طبيخ. بصوا بقى هنعمل بيها حاجه قمر قوي. بصوا الجمال والحلاوه تحفه جدا جدا. كملي بقى الفيديو وهتنسوا اللايك والشير. معايا هنا لحمه مسلوقه اهي، مسلوقه بالطريقه العاديه بتاعتنا اللي هي بنحطها في ميه بتغلي عليها ورق لورا، حبهان، بصل، فلفل اسود، مكعب مرق، ونسلقها. معايا هنا طماطم وفلفل الوان، ومعايا صايه هقطعها بقى زي ما انت عايزه. انا هقطعها شرايح كده ارميها في زيت. طاسه هنزل فيها بشويه زيت، هنزل بصل واديله تشويحتين كده، وانزل باللحمه بقى واشوح فيها كده شويه حلوين. معايا هنا بقى بطاطايه كبيره او بطاطستين حسب اللي انتوا عايزينه الكميه. بصوا متقطعه الحجم ده، هقليها في الزيت. ايه، زيت يكون سخن. انا بس هديها لون، مش هسويها لان هي لسه هتستوي اصلا في الطاجن مع اللحمه. بالراحه كده، انا يا دوب النص قليه كده يعني، مش هحمرها للاخر. اهي البطاطس بقت جاهزه معايا، هطلعها بقى من الزيت. بعد ما تشوحوا شويه مع بعض هنزل بقى بالطماطم اقلب، هنزل عليها بالبهارات، فلفل اسود و7 بهارات، واقلب كويس. هطفي عليها وارفعها من على النار. هنزل عليها بالبطاطس اللي احنا حطيناها مع بعض واقلبها واوزعها على الطواجن كده. هغطي الطاجن بورق فويل وادخله الفرن حوالي نص ساعه، كله يتشرب من بعضه كده. الطواجن جاهزه معايا، هدخلها الفرن زي ما قلت لكم نص ساعه. وهي بعد ما خرجت من الفرن بصوا بقى، انا عايزه افرجكم على الجمال. تحفه، لازم تجربوها، حلوه قوي قوي قوي. بصوا ريحتها خطيره خطيره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.